الحلقه الثالثه من ليكونومي لكلشي. هاد الحلقه هادي وصلنا لواحد لو نيفو تري ايفولوي. المره اللي فايته وقفنا لعقلتو في لو 15 سيكل، تما فين توقفات لا سيفيليزاسيون عربو مسلمان، ولكن التوقف ديالها ما تيعنيش لا فان، باسكو في هاد المنطقه هادي الفوق ديال لا ميديتيراني بقيت لي نعسو الناس اللي تحت، الناس اللي فوق توقدوا مزيان وفاقوا، عطاو واحد الحضاره غنيه بزاف، واحد الحضاره انسانيه اللي مازال الى اليوم تنعيشوا بها سو ديفيرونت فورم. نقدروا نقولوا هي لا مودرنيتي، نقولوا لو كابيتاليزم، ليبراليزم اللي بغينا نسميوه. ولكن اللي مهم اكثر وهو اننا حنا اللي تيهمنا بزاف من اي سيفيليزاسيون هو نخرجوا منها المدارس الاقتصاديه اللي فيها، نكتشفوا لي غران زوتور، لي فيغور الكبار اللي بقاو معلمين هاد لا سيفيليزاسيون سورتو في الجانب الاقتصادي. الوغ هاد المره هادي اول ايكول غندويو عليها تتعرفوها كاملين، سورتو الناس اللي تيقراو في اللي مختصين في الاقتصاد تيسمعوا بلي ميركانتيليست. هو اول كورون دو بونسي بان في لوروب. اللي دابا مطلوب هو نعرفوا شكون هما لي ميركانتيليست، شنو جابوا، لو كونتكست اللي جاو فيه، والافكار ديالهم، لي كريتيك اللي غيتبناو عليهم مدارس اخرين. نتحصروا غير في لو كورون ديال لي ميركانتيليست في هاد الحلقه هادي ونرجع ليكم. concernant le contexte اللي جاو فيه لي ميركانتيليست، كما قلت لكم حنايا في لو 15 سيكل. في هاد الوقيته هادي كنسمعوا بلي غران ديكوفيرت، اكتشافات الجغرافيه الكبيره ولا الكبرى. هنايا فين اكتشفت الامريك كريستوف كولومب، في هاد الوقيته بالضبط اكتشفوا الطرق التجاريه الكبيره، والهدف ديما كان هو لوغ لو ميتال اللي كيجي من المستعمرات، اللي كيجي من بلايص اخرين غراس او كوميرس بالنسبه لهم. وهذاك الشيء علاش لو موفمون ديال لي ميركونتيل عطى اهميه كبيره لو كوميرس، لان جا في الوقيته ديالو. وفواي لو كونتكست كيأثر بزاف في الفكره ديال اي مذهب اقتصادي ولا فكري اون جينيرال. الحاجه الاخرى اللي ما كيدويوش عليها هي سقوط الاندلس. اخر معاقل الاندلس سقطات في 1492، في الوقيته ديال لو 15 سيكل. بيان سور هادشي كله ماشي صدفه، لان في الاندلس كان الفيلسوف المغربي المعروف اللي هو ابن رشد اللي دويت عليه من قبل، واللي هو كان اكبر شارح ديال ارسطو، اكبر شارح ديال لي فيلسوف اغاب، ديال بلاطون، ديال يعني كاع الكتب اللي غادي يخصوهم راهم موجودين عند افيروس. وغير واحد لا رومارك، ابن رشد الوقت اللي تحرقت ليه المكتبه ديالو كانوا دي كريتيان اللي هربوا الكتبه ديالو لو نور. حاجه اخرى مهمه هو الوقيته اللي كانوا فيه دي ديكوفارت سيانتيفيك كبيره بزاف، سورتو في الاسترونومي مع كوبرنيك. والفكره القديمه الجديده الى عقلتوا راه قلت لكم راه ماشي كوبرنيك الاول اللي اكتشف ان المهم هو الفكره، باسكو صعيب الدافع عليها عاوتاني وسط واحد المجتمع اللي كله كان كيرفضها في الاول. هي القضيه ديال ان الشمس هي المركز ديال الكون وماشي لا. هاد القضيه غتشكل ضربه خطيره للكنيسه اللي كانت هي بوحدها في واحد الوقيته اللي كتقول ان عندها المعرفه المطلقه، وكتخلي حتى شي واحد يجي ينافسها في لو سافوار ديال اللي كانت كتعطي افكار خاطئه بعدا. اون هارموني ديال هاد لي ديكوفارت وهاد الجديد اللي وقع، كانت كتكون واحد الحركه انسانيه، واحد الحركه فلسفيه جديده اللي كتعرفوها كاملين، هي لا رينيسانس. ولا رينيسانس غيكون عندها تاثير على المدارس الاقتصاديه كلهم اللي غادي يجيو، كلهم غيمشيو في المسار ديالها. باسكو لا رينيسانس كتعرفوها بعدا بزاف بلو سين ديال دافينشي، باللي واحد ديالو المعروفه. واللي غيقود لا رينيسانس في الاول ديما هي لا فاكولتي دي زار. المساله غريبه بزاف، كليه ديال الفن ديما هي اللي كتخرج من الجن، باسكو كتعطي واحد المفاهيم اخرى جديده. واللي كانوا بعدا واحد لي زيكول سميتهم لي زيكول سكولاستيك. لي زيكول سكولاستيك هما اللي كانوا تابعين لو سيستيم ديال داكا، سان توماس داكا اللي دويت عليه من قبل، سميتو داكوين هو داكا، سان توماس داكا، واللي معروف بزاف اي كتاب ديال لا بونسي غادي تلقاوه. وكان بيان سور دوا في ليكونومي، ولكن دوا في ليكونومي داخل لا تيولوجي. كما تلاحظوا لو موفمون جديد ديال الميركانتيليزم اللي غادي يتبعوه كلهم، فهما في الحاجه الاولى اللي كيديروا هما كيرجعوا ليكونومي اوتونوم على لا تيولوجي، وان الاقتصاد خصو فكر بنوعيه اخرى، خصو فكر عقلاني اللي يوجهو
ماشي الفكر اللي كتتبعه الكنيسه من قبل. زيادة على هذا بيان سور كاينه مصالح، ميمكنش شي واحد كيدافع على الاقتصاد بلا ما كيدافع على المصلحه ديالو، هادشي عنده عليه كله بالتدقيق. اللي مهم هو ان هاد الحركه اللي كانت كتكون جديده غادي تدعم اكثر بالاكتشاف اللي غيديرو غوتنبرغ. هذا سي ان المون هو اللي غادي يكتشف لا بروميير امبريميري، اول اله تتكتب الكتوبه تطبعهم. وهنايا غتوسع المعرفه، باسكو لابروش اللي كانت سائده في لو موين اج في عصر الظلمات وهو ان الشعب الغالبي ديالو ما تيقراش ما تيعرف حتى شي حاجه، وان المعرفه بوحدها تيكتفيو بها فقط هذوك المسؤولين على الكنيسه لي بريتر بوحدهم هما اللي تيوريو شنو الناس خصو يدير. ولكن لو موفمون جديد ديال لا رينيسانس هو بالنسبه لي سي ان موفمون اللي كيحيي الافكار القديمه، باسكو سي اون دوزيام نيسونس ديجا. كيحيي الافكار القديمه ديال الفلسفه اليونانيه اللي كانت فيها لا بروميير نيسونس. شفنا بلاطون شفنا ارسطو، ولكن اللي ما دويناش عليهم بزاف هما ايبيكور وهما لي ستويسيان. ايبيكور هو الابيقوريه، معروف هاد المدرسه بزاف الناس اللي تيقراو لا فيلوزوفي. ولي ستويسيان هما الرواقيين. الرواقيين بعدا عندهم واحد الفكره مهمه ديال لو كونطرا سوسيال، وهي نفس الفكره اللي غادي تعتمدها لو ميركانتيليزم، باسكو لو ميركانتيليزم هو متاسس على واحد التعاقد اجتماعي، ماشي تعاقد تيولوجيك ولا شي حاجه، تعاقد اجتماعي ما بين لا نوفيل كلاس اللي بدات كتطلع واللي كان خصني ندوي لكم عليها في الحقيقه، اللي في نفس الوقت اللي كان هذا لو موفمون ديال لا رينيسانس طالع، بدات كتبان واحد لا نوفيل كلاس سوسيال اللي هما لي كوميرسون، واللي من بعد تعرفوهم بلا بورجوازي لا كلاس دي كابيتاليست، اللي غادي يطيحوا بقايا لو سيستيم فيودال. والشي هو اللي ما قدروش يديروه لي بونسور عربو مسلمون. مثلا ابن خلدون لاحظتوا في الافكار ديالو اللي دوينا عليها، فهي كل افكار كتصدى للتدخليات ديال الدوله بزاف، سورتو في لي زامبو سورتو. ولكن لو موفمون ديال الميركانتيليست وغيكون متقدم شي شويه، باسكو على فوا تيعطي امكانيه كبر لي كوميرسون اللي غيكونوا من بعد لا بورجوازي، ولكن في تحالف مع لي زيتا مع لي برانس. علاش هاد التحالف مع لي برانس بالنسبه لي انايا باش ايكارتيو دون ان بروميير طون هادوك لي تيولوجيان اللي كانوا مستافدين من الوضع القديم، باسكو الناس هادو ديال كنسمعوا بزاف بصكوك الغفران بهذا اللي كانوا كيبيعوهم في الكنيسه، باسكو الكنيسه الهدف ديالها الاول والاخر كان هو تراكم لوغ والميتال. لوغ والميتال الذهب الفضه الفلوس كيحتل المكانه المركزيه في الفكر ديال لي ميركانتيليست. كانت هاد المقدمه كلها باش نفهموا باي شكل تاسسوا هاد لي ميركانتيليست هادو، وهنا غنخرجوا الافكار ديالهم، وغتلاحظوا ان ما كتختلفش بزاف على هاد لو كونتكست اللي عطيتكم دابا. نبقاو دابا مع الافكار ديال لو موفمون ميركانتيليست. قبل ما نبدا هاد لا ديرنيير بارتي، الحاجه الاولى اللي بغيت ندير جو فو روندر هوماج ا مسيو عبد المجيد الكون. سي لو بروف ديكونومي ديال مراكش، واللي مات الله يرحمه هادي شي 3 سنين بحال هكاك، ولكن خلى لنا واحد الكتاب مهم بزاف، هو نفسه اللي كنعتمدوا عليه الناس اللي بغاو يتبعوا معنا لي بونسي ايكونوميك غتبان لكم دابا ديال عبد المجيد الكون. عبد المجيد الكون اللي زوين فيه هو انه تيبسط بزاف، يعني اي واحد واخا ما يكونش ولد الدومين ما قاريش ليكونومي بزاف يقدر يفهم ويتبع معاه. هذا الشيء حنا اللي غنديرو نمشيو بنفس الطريقه. ديجا اون بارل دون لو كادر دو لونيفرسيتي بوبولار، يعني اي واحد عنده الحق يتبع، اي واحد يفهم. حنا دابا تنديرو المدارس الاقتصاديه بواحد الطريقه اللي سهله. لي ميركانتيست غنتعاملوا معاها بنفس الطريقه ديال كيفاش تعاملوا مع لي زوتور ديال هذيك الوقت، وغنتبعوا معاهم نفس ليفوليوشن من السهل للصعيب. وزالي فواغ كو يا با دو ديفيسيل اون فان كون. الحاجه الاولى اللي داروا هو انهم جاو ديجا في الوقيته ديال لي غران ديكوفيرت جيوغرافيك اللي مشاو لبلايص بعيده. الهدف كان ديالهم من الناحيه الاقتصاديه باين وواضح، هو انهم يجيبوا دو بروفي، يجيبوا ارباح. بالتجاره ديالهم سي لي ماركونتيست هما التجاريين ديجا. بالتجاره ديالهم غتبعوا واحد لا غولاسيون ساهله. كيفاش غتبان لكم دابا؟ ديجا ما عنديش مالوغوز ما عنديش الطابلو، ولكن غيبان ايوب بغى يخدم معايا القضيه وغيبان لكم في ليماج كلشي باين وواضح بحال اش نكتب. طلع لو كوميرس تبعوا صعود ديال لي بروفي. بالنسبه لهم لي ماركونتيست هذه هي لا غولاسيون دو باز اللي كيعتمدوا عليها. بغاو يفهموا شنو هما لي كونديسيون داكرواسمون ديال لو كوميرس وديال لي بروفي، واشنا هو لي روتومبي ديال هذه القضيه على ليكونومي. فوايي بيان من هنا بدات لاناليز، ومن هنا بداو كاع لي كورون دو بونسي اللي تابعينهم. الحاجه الاولى اللي نقدروا نلاحظوها
حنا غنحاولوا نبسطوا هاد العلاقه، غنفكوها وغنزيدو نبينوها اكثر. شوفوا مزيان، لوقيت اللي كيطلع لو كوميرس، علاش كيطلع لو كوميرس؟ لان لا بالونس كوميرسيال ولات اكسيدونتير. شنو هي لا بالونس كوميرسيال؟ ساهله، هي الميزان التجاري ديال اي بلاد كتنقسم لجوج. الاولى لي زيكسبورطاسيون، يعني الصادرات، داكشي اللي كنبيع، وداكشي اللي كنشري هو لي زامبورطاسيون. حتى شي بلاد ما تقدر تعيش بوحدها اون اوتارسي، حتى شي انسان ما يقدر يعيش بلا ايشونج، بلا بيع وشراء. هاد ليشونج راه هو اللي محتاج لكلشي. لا بلاص انورم في اي اناليز هو ليشونج. مزيان، لقيت اللي كنحصلوا واحد لا بالونس كوميرسيال اكسيدونتير. علاش كنديروا هادشي؟ باش نحققوا دي بروفي. لان الا بعت كثر ما شريت كنربح فلوس، بالعكس الا شريت كثر ما بعت. هو لو كا ديال المغرب مثلا. في المغرب عندنا اون بالونس كوميرسيال ديما ديفيسيتير، بالعكس كتشكل ديما عائق قدام النمو ديال الاقتصاد. لي ما كونتيش تفهموا هاد القضيه مزيان، لان اي نمو ديال الاقتصاد خصو بالونس كوميرسيال اكسيدونتير، هذا هو اللي مهم. من بعد كنحققوا بها لا ماس مونيتير كتكبر، كنحققوا كنجيبوا منها لي ميتو بريسيو لور اي لارجون. لان ملي كنبيع ليك مقابل تعطيني فلوس، ولكن ملي كنشري من عندك كنخرج فلوس. لما كنتيش تفهموا هاد لا لوجيك. شنو هي لا لوجيك؟ هي انني خصني ندخل الفلوس كثر ما نخرجهم. فوايي بيان. الطريقه الثانيه باش كندخلوا الفلوس عند لي ماكونتيست هو انهم ملي مشاو لبلايص اخرى، المستعمرات في الامريك، في الهند، في الهند، في بلايص اخرى، جابوا لي ميتو بريسيو، جابوا لور اي لارجون. باسكو لور والارجون بالنسبه لهم هو اللي مهم. في الاول هادشي اللي بان لهم ان لور اي لارجون هو اهم حاجه. نتوما هادشي اللي غيبان لكم. لحد الساعه نخرجوا بدو غومارك اسونسيال. لا غومارك الاولى وهي ان باش يوصلوا يديروا هاد لي ديكوفيرت ديالهم، باش يوصلوا لهاد المناطق البعيده يديروا فيها التجاره، كانوا محتاجين لا بروتيكسيون والحمايه ديال الدوله. الوغ حتى ليطا حتى هي دخلات في هاد العمليه، وبيان سور ليطا ما غتدخلش لله في سبيل الله. باش تدخل خصها حتى هي اون بار من لي بروفي، من الارباح حتى هي تربحهم. الوغ هذا هو اللي بغينا نخرجوا واحد التعريف ديال من هاد القضيه. التعريف ديال لي ميركونتيليست هما ليميرجونس ديال دو فورم دانتيغي ولا اون هارموني، واحد التناغم ديال المصالح. المصلحه الاولى ديال لي كوميرسون اللي هي لا كلاس اللي كانت يلاه طالعه في الاول، والمصلحه الثانيه ديال الدول، ديال لي نوبل، ديال لي برانس اللي كانوا كيحميو بالقوه العسكريه ديالهم. الحمايه ديالهم عاوتاني ولا الاستفاده ديالهم. الحاجه الثانيه فيها هو انهم كانوا كيبزوا على الناس يخدموا. داروا دي لوا ديال لو طرافاي ديال اي واحد خصو يخدم في هذوك لي مانيفاكتور. يعني كانوا سميتهم لي مانيفاكتور في الاول قبل لا ريفوليسيون اندستريال وقبل ليكونومي بورجواز ما طلع، اللي ولاو سميتهم دابا دي زونتربريز. ولكن قبل دي مانيفاكتور. هاد لي مانيفاكتور هما اللي منهم كينطلقوا هاد لي ريزو ماريتيم، هاد البلايص باش هاد السفن، هاد لي تكنيك ديال لا برودكسيون. الوغ كما قلت سي ليميرجونس ديال لي زانتيغي ديال هاد لي دو كلاس هادو هما اللي في الاول اسسوا لو موفمون ديال ماكونتي. باش تفهموا هاد القضيه كثر خصكم ضروري تقراو، بلوتو تكون عندكم علم على ميكيافيل في لو برانس. باسكو لي ماكونتيست تقريبا راه تاثروا بزاف بهاد القضيه هادي، سورتو ديال الكونطرا سوسيال وديال تلاحظوا كو لي ماكونتيست كانت الوقت ديالهم داكيغ بزاف، وكنتكلموا على لي زيتا ناسيون. داكشي علاش كتلاحظوا يا لي ميركونتيست كان ميركونتيست في الاسبانيول، دي ميركونتيست اسبانيول باردون، كانوا دي ميركونتيست بورتوغي، دي ميركونتيست en Angleterre, en Allemagne, en France. باسكو on parlait déjà des états nations، دول هي اللي كتحتكر الاقتصاد. لاحظوا كل موفمون ثاني ديال ليكونومي مع لو ليبراليزم، مع لي فيزيوقراط، مع لا بونسي كلاسيك، كلها غتكون ضد ليطا. وغنتكلموا هنا من بعد على لا موندياليزاسيون، غنشوفوا حتى لي تيوري ديال الكوميرس ديال ادم سميث وديال دافيد ريكاردو اللي كيختلفوا على هذا البروتيكسيونيزم ديال لي ميركونتيست. الملاحظه الثانيه اللي نقدروا نخرجوا بها عاوتاني، تبعوا معايا نتبعوا لو سيما اللي تبعناه في الاول. وانا لقيت اللي كيطلعوا لي ميتو بريسيو تطلع معاهم لا ماس مونيتير كي اون سيركيلاسيون، الفلوس اللي دايره كتولي كثيره. ولا عقلت تشوف الوقت ديال لي زغاب شنو قلنا مع المقريزي ومع بزاف وحدين اخرين قبل منه، لاحظوا ان الوقت اللي كتطلع لا ماس مونيتير موراها لي بري تيطلعوا. الا طلعوا لي بري راه بحال ما درنا والو، بحال رجعنا لنقطه الصفر. وي بيان علاش؟ لان من ناحيه لي بري لقيت اللي تيطلعوا، لو بوفوار داشا ديال الناس اللي غايشين وكيجيهم غالي داكشي، ما كيقدروش يشريوه. دايوغ لا ماس مونيتير راه راكموها لي كوميرسون ولي زيتا، ولي زيتا داروا بها داكار. يعني ما عندش الناس كلهم هذيك لا ماس مونيتير اللي طلعت، ما عندهمش باش يشريو. الحاجه الثانيه هذه عندها علاقه حتى بالكوميرس اكستيريور. ملي كيطلعوا ليا لي بري ديال لا مارشانديز ديالي غاليه، ملي كنمشي كنبغي نبيعها في بلاد اخرى
كتجيهم غاليه، سكيفي كيغونونسي ما كيشريوش من عندي وكيشريو من عند مون كونكورون. وهذا هو اللي تيفسر علاش وقعوا لي كاع ووقعوا صراع على المستعمرات، هما صراع على لي مارشي، والهدف ديما كان ايكونوميك. وهذا هو اللي تيفسر عاوتاني باش حكيت مزيان لما كونتيني باش نفهمو حتى لا بروميير لا دوزيام غير مونديال راه كانت بهذا السبب هذا. ميم اونكور حتى دابا اي كتشوف اي حرب كاينه في لو موند الهدف ديالها هو ايكونوميك، الهدف ديالها هو كوميرسيال، هو هاد لا ريلاسيون اللي فيها هاد المشكل هذا ديال لا مونتي دي بري، وخصهم يقلبوا على دي مارشي وخصهم لو مونوبول ديالهم ونديروا ليه 1000 طريق، نقولوا حنا جايين ننشروا لا ديموكراسي، جايين ننشروا ما نعرف شنو، ونخلق دي زينمي عاوتاني لا بور باش نخلق هذا المشكل باش في الاخر انا اللي رابح. ديجا لي كار كيداروا بعيد عليهم هما، ما تسمعوا شي كاع في بلادهم الا اللي احتاجوها. هذا غير اونتر بارونتيز في الحقيقه ماشي هو الموضوع ديالنا. اون دوزيام انتربريتاسيون من هاد القضيه نيت ديال لا ماس مونيتير، لان علاش؟ لان الا كانوا لي بري كيطلعوا فكلشي تضرب في الزيرو بالنسبه لي ماركونتي. في نفس الوقت اللي لا ماس مونيتير كما قلنا الكتله ديال الفلوس تطلع لينا في الاثمنه يعني في لي بري، في نفس الوقت عاوتاني باسكو من هاد في الحاجه الاولى هنايا بالنسبه لهم الا كانت الفلوس غير كتطلع لي بري، حنا تنقولوا ان لا موني الي نوتر، لا موني محايده ولا علاقه لا موني ما عندها علاقه بلا كيسيون دو فالور. يعني اشنو؟ يعني لا ريشيس اللي كانت بالنسبه لي ماركونتيس تسحب لهم في الاول ان كاينه في لا ماس مونيتير ولا علاقه حتى بشي حاجه سميتها ماس مونيتير. هنا كتولي لا موني كيما غيقولوا لي كلاسيك من بعد انها تو سامبلومون ان موان ديشونج، وسيله للتبادل. كنعطيك باش كنشري واحد الحاجه، وهذيك ملي كنشري من عندك واحد الحاجه تنعاود نبيعها باش نشري حاجه اخرى. سكيف لا موني تتلعب غير واحد لو رول انترميديير في وسط التبادلات، ما عندهاش علاقه بلا ريشيس. هنا غيطرح واحد المشكل اخر ديال لا فالور. من هنا غتبدا ليكونومي مودرن في الحقيقه غتبدا من هاد النقطه الاولى ديال لا فالور حتى لا برودكسيون ديالها حتى لا ريبارتيسيون ديالها. ولكن هادشي حنا جايين ليه ماشي دابا. المهم دابا كما قلت لكم في هذا المستوى الاول تتبان لا موني كلي نوتر ما عندها حتى شي تاثير، دونك تضرب كلشي البناء النظري ديال لي ميركونتيست كلشي تضرب في الزيرو. ولكن تيجيو هنايا عاوتاني دي زوتور ميركونتيليست تيجيبو فكره اخرى، تيقول لك وي سي فري اون ادير على تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، تنقولوها كاينه بصح، ولكن اون ميم طون الصعود ديال لا ماس مونيتير تيعني من ناحيه اخرى ان لا تبعو معايا هادي مهمه بزاف ويعتمد حتى كينز ابخي. شنو تعني؟ تقول ان الا لا ماس مونيتير كانت ابوندونت كانت موجوده بزاف بلغه اقتصاديه، شنو تعني هادشي؟ شي حاجه اللي واجده في السوق كتفقد الثمن ديالها، معروفه. لقيتها في المارشي ملي كتكون شي خضره موجوده بزاف كيكون الثمن ديالها هابط. واضحه هادي هي لوفر لا دوموند، لا فاموز لوا دو لوفر دوموند. هادشي اللي كتقول حتى لا موني نفس الشيء. ملي كتولي الكتله ديال الفلوس كاينه بزاف كتفقد القيمه ديالها. علاش؟ لان لوفر تيفوت لا دوموند. اشنو تنديرو في هاد الحاله؟ الثمن ديال الفلوس هو لو طو دانتيغي. فهمتوا القضيه ديال طو دانتيغي منين جات دابا؟ طو دانتيغي هو لو بري دو لا موني. ملي كيكون لوفر كثر من لا دوموند لو بري ديال لا موني كيهبط، اذا لو طو دانتيغي كيهبط. دابا اللي بغاو يفهموا شنو هو التاثير ديال لو طو دانتيغي على لا سيتواسيون ريال ديال ليكونومي، كاين تاثير. شنو هو؟ لقيتي لي طو دانتيغي تيكون ناقص فعلا في ديك الوقيته نزلوه حتى ل 3% ولا 4% ولا حتى ل 2% يمكن. وي ملي تيهبط لو طو دانتيغي يعني لي زانفيستيسور اللي غيجيو يتسلفوا من عندك الفلوس تيتسلفوا بواحد الطو دانتيغي قليل، سكيف اي حاجه داروها بهذوك الفلوس غيربحوا. انا جاي نتسلف من عندك، انت موجود عندك الفلوس اون ابوندونس، غنجي غناخذ من عندك الفلوس غنمشي غندير بهم بروجي غيربح بهم، نرجع لك داكشي اللي عطيتيني بواحد الطو دانتيغي اللي هو قليل، ولكن انايا ربحت معاك. هذوك الفلوس تندير بهم ان بروجي كنخدم بهم ناس اخرين، سكيف تنفرق عليهم دي ريفوني. لقيت اللي تنفرق عليهم دي ريفوني راه ان بوفوار داشا تما غيشري من عندي لا مارشونديز اللي غنبيع. وبيان سور كيوقع نمو اقتصادي. فوايي تري بيان دابا العلاقه ما بين لو مونيتير و لو ريال اول مره بانت مع لي مونيتاريست، باردون سي با مع لي ميركونتيليست. لي مونيتاريست غنجي ندوي عليهم ابري. ولكن اللي مهم كثر هو ان هاد ليدي هادي ما غاديش تاخذ، اون فا با لا بروندر ان كونسيديراسيون مع لي كلاسيك ومع لي نيو كلاسيك، وغنتسناو حتى غتوقع لا كريز ديال 1929
وتما فين غيجي كينز وغيقول ان لا موني سي فغي ان با نوتر، تي كتاثر في لو ريال وغادي ياخذ هاد لاناليز ديال لي ميركانتيليست. جو سي با واش دار ليهم ريفيرونس ولا لا، ولكن اون ميم طون ما كانش غير كينز بوحدو، راه كان اوسي عنده لا ماركس، عنده واحد لاناليز مونيتير خطيره بزاف. تا ماركس هو لا ميم شوز، تيقول لك لا موني ماشي نوتر، مي عندها تاثير في لو ريال، ولكن ماركس عاوتاني تيقول ان لا موني راه هي الا موان ديشونج، وكي اديري مع لا فالور ترافاي ديال دافيد ريكاردو ديال ادم سميث. غنمشيو نهضروا في هادشي من بعد، ولكن اللي بغيتكم شوفوا ديجا هاد لو ديبا مونيتير اللي كان في هذيك الوقيته، حنايا ديما في لو 15 حتى لو 17 سيكل، ثلاثه ديال لي سيكل، كانت دوا في لا موني بواحد الشكل تري ايفوليو، بوكو تري ايفوليو. غنشوفوا انا لي كلاسيك ولي نو كلاسيك بالعكس تراجعوا في لا كيسيون مونيتير، ولكن نجحوا في دوطخ شوز غندوي عليهم ابري. هذا تقريبا كان هو لو ديبا مونيتير اللي شحال من باج، راه بزاف لي باج كيدوي على لي ميركانتيليست، ولكن اللي مهم كان هذا هو لو فروي ديال الاناليز ديالهم. وما عطا واحد الجانب لا كيسيون دو لا فالور، ما عطاوش قيمه صحيحه، باسكو بالنسبه لهم لا فالور هي لا ماس مونيتير، سي با فري، سي با فريمون صحيحه هذه القضيه. ولكن اون ميم طون هضروا على ان ديبا مونيتير حنا كندويو في لو 16 سيكل اللي كان بوكو تري افونسي، وما نعاودو ندويو عليه حتى ل 1929 مع لا كريز اللي غتجيب الكينز. بون هذا كان هو بشكل عام كانت هي الافكار الاقتصاديه اللي طرحوها لي ميركانتيليست، افكار اللي هي مهمه بزاف. ومنها خرجوا بيان سور لي ميركانتيليست عاوتاني كانوا دي كونسيي ديال لي روا، نورمال كانوا كيديروا تما لي بوليتيك ايكونوميك ديال كل دوله، ولي بوليتيك ايكونوميك ديالهم كلهم كانوا تقريبا بروتيكسيون، كيعتمدوا على واحد المبدا ديال البروتيكسيونيزم وديال الانترفونسيونيزم ديال ليتا. اللي مهم هو ان خصني نضمن ان الفلوس ما تخرجش، لي ميتو بريسيو ما خصهمش يخرجوا، خص نراكم اكبر نسبه ديال لي ميتو بريسيو. خصني ملي نبيع البلدان الاخرين ما نبيعش لهم لا ماتيير بروميير، خصني نبيع لهم دي برودوي مانيفاكتوري، دي برودوي فيني باثمنه اللي هما غاليين، باسكو لا ماتيير بروميير كنجيبها رخيصه. ومنين غنجيب هاد لا ماتيير بروميير بيان سور غنجيبها من المستعمرات اللي كان عليهم صراع كبير، وهادشي كما قلت سالب بداكار. كانت لا بروميير لا دوزيام غير مونديال بالنسبه ليا انايا هي التحليل اللي داروا لي ميركانتيليست واللي نقدروا نكتشفوه من عندهم. عاوتاني واحد الحاجه اخرى، لي ميركانتيليست كانوا مع تشغيل الاطفال. نقدروا نشوفوا مون كريتيان، نشوفوا جون بودان، هادو كلهم ما كانش عندهم مشكل مع تشغيل الاطفال، بالعكس كانوا كيفرضوا على الدوله انها دير دي لوا كتفرض على كلشي انه يخدم وبدي صالير اللي هما هابطين بزاف. هادوك لي صالير اللي اصلا هابطين ما كيساعدوش باش تكون ان بوفوار داشا كبير. وهنايا وقعوا دي كريز ايكونوميك كثار، وهما اللي تسببوا في لي ريفولوشن. لا ريفولوشن انجليز اللي كي فيني بار ليكزيكوسيون ديال لو روا، جو بونس شارل 1 ولا شارل 3 ولا ما عقلتش بحال هكا. وفي الاخر لا ريفولوشن بورجواز فرونسيز ديال 1789، لا ريفولوشن ديال العصر الانوار اللي كنسمعوا بها بزاف، ولكن اون رياليتي سي اون ريفولوشن بالحموله ديالها كانت بورجواز، لان كانت في صالح لا بورجوازي كانت خصها تهنى من لا كلاس فيودال اللي بقاو فيها شي بقايا ديال الفيوداليزم كان خصو يحيد، وهادشي هو اللي كيقولوا ماكس فيبر. اون ميم طون كانوا لي ميركانتيليست انجلي اللي كان عندهم كانوا بلوز افونسي. ديما لي زونجلي خص تلاحظوا هاد القضيه في ليكونومي كانوا هما اللي متفوقين، وهذا هو علاش مع لي كلاسيك بانوا عندهم ادم سميث وبان عندهم دافيد ريكاردو. باسكو مثلا غنشوفوا من غير ويليام بيتي كان جون لوك 1732. وهنا فين جاو لي كريتيك ديال سورتو لي زونغلي كما قلت، لي كريتيك اللي كانوا جاو في لا فان ديال الميركانتيليزم كان جون لوك. وهاد جون لوك هو في الحقيقه سي ان فيلوزوف، ولكن عطى في دي زابور ايكونوميك مهمين هما اللي غيستلهمهم في الاخر دافيد هيوم. ودافيد هيوم اللي كنقول دافيد هيوم هو المعلم ديال ادم سميث. جون لوك شنو قال لهم سورتو باش نفهموا لا فيلوزوفي ديالو شويه في الاخر كيقول لهم هو لوردر ناتورال. و لي زابور عاوتاني بوليتيك ديالو هو اللي كيدوي الاول يدوي على لا مونارشي بارلمونتير، ان ما يمكنش تكون اون مونارشي الا ما كانش ان بارلمون قوي، الا ما كانش واحد الفصل ديال السلطات، الا بزاف د الحوايج دوا فيها جون لوك. بلوتو كان خصو يتلائم مع لا نوفيل كونسيبسيون ديال لوم
مع لي زيدي ديال لا ديموكراسي اللي كانوا كيجيو ديك الساعات، باسكو كيما شفتوا لي ماركونتيست عندهم علاقه بلا ديموكراسي، ولكن اللي جايين فخصهم كان ضروري خصهم يتماشاو مع الفكر ديال لي لوميير اللي كان جديد. و جون لوك كان لعب الدور هذا في لونجلتير، ودو على لا كيسيون دو لا فالور، وهضر بقوه على لا فالور طرافاي. دايوغ حتى ويليام بيتي قبل دو على لا فالور طرافاي، ولكن جون لوك فصل فيها صراحه، وكانت واحد نسبيا شي حاجه افونتاجوز على لا سيتياسيون اللي قبل. La question de la valeur, c'est pas la masse monétaire qui crée la valeur, mais c'est le travail de l'homme qui crée la valeur. هادشي اللي قال جون لوك. ويليام بيتي عنده واحد القولة شهيرة تيقول concernant la valeur, تيقول la terre c'est la mère et le travail de l'homme c'est le père. اللي تيقول هذا هو اللي كيكري لا فالور. وهاد القولة في الحقيقة من بعد ملي كنتكلموا على لا تيغ حنا تنتكلموا على لي فيزيوقراط، باسكو لي فيزيوقراط تا هما ولكن قبل لي فيزيوقراط كان دوبوا غيلبرت. حنا غندويو على لي فيزيوقراط نخصو لهم تما حلقه بوحدهم، سورتو مع كوناي فرانسوا كوناي، سي دي فرونسي لي فيزيوقراط هادو، و تا هما كانوا بلوز ايفوليو على لو ميركانتيزم. ولكن كما كتلاحظوا هاد لي زيكول كلهم اللي غيجيو سوا لي كلاسيك سوا لي فيزيوقراط ولا نيو كلاسيك من بعدهم وماركس، كلهم جاو على كل وحده كتكريتيكي اللي قبل منه، كل وحده كتستافد من الاخطاء ديال الاولى وكتعاود تبني عليها عاوتاني. داك لو فيدباك هو اللي مهم واللي تنركز عليه بزاف انايا في لي فيديوهات ديالي ليكونومي لكلشي، باسكو غنختم بالقوله ديال الكوهن. هو واحد الانسان اللي كان علاش انا كيعجبني عاوتاني ندوي على هاد لي بروف هادو، باسكو سي لي بروف حتى في لو كوتي اومان كان عندهم واحد التواضع كبير مع لي ستوديون ديالهم، وعندهم بقات عندهم واحد السميه زوينه صراحه الناس تيذكروهم بها. وتيقول كو علاش تنقراو ليسواغ د لا بونسي ايكونوميك، وعلاش مهم نقراو هاد لي فيت ايكونوميك، ماشي باش غير نقول لهم اللي وقع واللي كان واللي كان، مي بالعكس باش نخليو الناس يبغيو هاد لي زوتور، يبغيو هداكشي اللي كيقراو. بيان سور شي واحد كيبغي في شي دومين تيعطي فيه كثر، علاش لا تصنعوا دي زيكونوميست ماروكان مع الوقت. جون شير ايكونوميست، جو فو سالو. حتى هنايا سالات الحلقه ديالي ديال لي ميركانتيليست، وغنضرب لكم موعد في الحلقه الجايه اللي غنتكلم فيها على لي فيزيوقراط، ونقدر ندوي حتى على لي كلاسيك حتى همايا. بيان سور من هاد لي ليميت ومن هاد لي كريتيك اللي شفناهم على لو موفمون ديال الميركانتيليست. نتلاقاو في الحلقه الجايه، ما تعطلش عليكم.